حكومتي رجعت عدن، يا فرحتي زال الشجن. ساتر يا الله، ايش هذا؟ معقول وصل بهالحد يجي يصحيني بمدفع؟ مجنون، اخرتها تجي تصحيني بمدفع؟ وين حطيت هالقذيفه؟ مدفع ايش؟ صلي على رسول الله، شكلك بغير نوم. هذا انفجر في المطار، جاي يقول لي مدفع. سريع معنا حصه. بسم الله الرحمن الرحيم. لين اوصلك يا اخي؟ هذا التليفون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معك شركة عبدو كرسيدة للمشاوير القريبة والبعيدة. تين تين، تفضل. خال محمد، وينك يا خال؟ وينك؟ مشغول أنا مشغول. بسرعة يا خال، معانا حدث اليوم مهم، لازم أروح المدرسة. أنا أوصلك، أنا معي زبون فوق السيارة. يا خال الله يرضى عليك لا تتأخرش، اليوم بس وصلني. الله يسامحك يا ابن أختي، يعني ضروري أنزل الزبون؟ يا خال أنا أعرف حركاتك، ما فيش زبون ولا، تعال وصلني. يلا تمام، مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسامحك يا نعيمة، ما خلفتي لنا. الحين يا شباب لا مدرسين ولا رئيس فصل، قاعد معاش دراسة. أنا شاقم روح. قوم روح، عاد مسكاك. روح لك. ما حدش يراجعنا لهذه الدرجة، ما أناش مهم. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله. هيا قم تروح. الرئيس جاء. خلاص يا جن ولا اسمع نقص، الرئيس ضابح. يا أهلا وسهلا يا شباب. يا حي، حياكم الله. الله يحييك. الكل حاضرين؟ أهلا وسهلا بكم. أيضا نرحب بزملائنا خارج الفصل. حاضرين معنا؟ أهلا يا رئيس، أهلا من أفريقيا. حاضر من جمهورية جيبوتي. وائل الصنديد من فرنسا. متابعكم من جورجيا تبلسي. حاضرين من الرياض. ابن حسن من صنعاء. ماهر العواضي حاضر من أوكرانيا. حاضر معكم من العاصمة البريطانية لندن. حاضر معكم من جمهورية الصين الشعبية. زميلكم حامد السامعي من نيويورك. حاضر من اليمن محافظة علي. زملاؤكم سهيم وغيدق ولوسي. زميلكم نبيل الفقيه من اليمن. عبد الرزاق العقل حاضر من صنعاء. حاضر من ريف تعز. محمد المسلمي حاضر من مارب. حاضر معكم من أمستردام. حاضر معكم من سلطنة عمان. يوسف صلح حاضر من اسطنبول. حاضر معكم من قلب عاصمة السودان الخرطوم. من محافظة المهرة اليمن. حاضر معكم من مدينة الجمال، مدينة صنعاء القديمة. أتابعكم من المملكة العربية السعودية. طبعا إن شاء الله ما نحتبس. حاضر من مصر. حاضر من قلب الدوحة. حاضر من جبوة. زميلكم وليد الفايك حاضر معكم من عمان الأردن. زميلكم محمد نجيب الخضر حاضر معكم من تل أبيب. من مكان عملي من العمارة حق الصبة. متابعكم. حاضرين معكم من اليمن محافظة صنعاء. عبد الكريم الربيعي جمهورية ألمانيا الاتحادية حاضر. يا يوسف تعال حضر نفسك تعال. محمد الربع بيحضر الطلاب يسجل الغياب. يوسف هذه في ألمانيا الاتحادية حاضر. شكرا لكل من تفاعل معنا وأرسل مشاركته على صفحة البرنامج في الفيسبوك. نرحب بالجميع. طبعا المشاركات كثير ولا يعذرونا، ولكن سنعرضها في الحلقات القادمة. بس في واحد من فين؟ من تل أبيب. ايش وداك لا هناك. عموما حياك الله وحيا الله كل متابعينا من أي مكان. حلقة اليوم عن الحكومة بعد 4 سنوات بكالوريوس غربة. طبعا قضت الحكومة خارج البلاد، أخيرا عادت إلى أرض الوطن. وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة عدن لأداء مهامها حسب اتفاق الرياض. استقبال وزراء الحكومة اليمنية القادمة من الرياض في مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. عادت الحكومة الحمد لله على سلامتها. طبعا الرئيس ما عادش يمكن هو ناوي يحضر الماجستير والدكتوراه والبروفيسور، يعني تعرفوا هو يحب العلم ولي عنده شغف للعلم، ما يحسش بالوقت ولا بمرور السنين ولا أي حاجة. والعلم هو من المهد إلى اللحد. صح إن قد الشعب يوصل للحد، بس الرئيس ما زال في المهد، ياخذ راحته، ياخذ له العلم أهم شيء.
أهم شيء ما أن عادت الحكومة إلى أرض الوطن إلا وحدثت الفاجعة. هجوم صاروخي استهدف ساحة مطار عدن الدولي بجريمة بشعة خلفت عشرات الشهداء والجرحى في تفجير هز مطار المدينة بالتزامن مع وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة. ما حصل جريمة مروعة، ومن قام بهذا العمل لا أحد يختلف أنه مجرم حرب فاقد لكل معاني الإنسانية. أنك تستهدف مطار مدني يكتظ بالناس المدنيين والأبرياء بغض النظر في سياسيين ولا ما في سياسيين، جريمة ومجرم من قام بهذا العمل، وجريمة مكتملة الأركان. ولكن أيضا الحكومة تتحمل جزء من المسؤولية. ليش؟ بالله عليكم في حكومة ترجع كامل في طائرة واحدة. ما قد حصلت في العالم أن حكومة تروح تصيف ولا تخرج نزهة وهم كل الحكومة في طائرة واحدة، وهؤلاء راجعين مع أنهم في ظل حرب ومعارك، وهم سموا نفوسهم حكومة حرب. يعني حكومة حرب يعني يكون عندها الاحتياطات الأمنية أعلى درجة. هذا رجعوا كأن بتموتوا اختناق مش صواريخ داخل الطائرة، كلكم متزاحمين الحكومة كلها. طيب ترجعوا في طائرة واحدة عشان أصحاب واللمة هكذا تتوانسوا في الطريق. هل كان شرط أن أنتم تحددوا موعد الرحلة وفي أي مطار بتهبط ومن هم الوزراء الذي بيرجعوا وبث مباشر؟ يعني خصمكم ما حد يحتاج لا إحداثيات ولا مخابرات ولا أي حاجة، خلاص يفتح مباشر وكنت بيشوف وهم ينزلون إلى المطار وهم في الدرجة، ما حد يحتاج أي حاجة، خلاص كل المعلومات عنده. بعض الوزراء بينزلوا تغريدات ومنشورات الآن متحركين إلى المطار، الآن بنطلع في السلم، الآن ربطت الحزامة. ما هو بتكلم الناس انك راجع، منتظر الناس يرسلوا معك زمزم او مسابح. ما يعني ما فعلش هكذا المنتخب عندما يرجع، ما بيبلغوش هكذا لانه خايفين يشغلوهم بالصور والسيلفي والكذا. هذا وهي حكومة حرب، حس امني عالي ما شاء الله. الحمد لله انهم ما راحوش هبطوا في مطار صنعاء لا بين ايديهم. المحير في هذا الحادث أنه ولا عرفنا أيش اللي حصل. كل واحد يجيب لك كلام، واحد يقول لك والله دائرات مسيرة، واحد يقول والله مقذوفة، واحد صواريخ، واحد يقول هذا عبوة ناسفة، واحد يقول كاتيوشا. استخدام طائرة مسيرة مفخخة وقذائف هاون في الهجوم. عبارة عن 3 قذائف هاون. هل هي مفخخات؟ هل هو قصف؟ كان نتيجة عبوة زرعت في الداخل، فيما أظهرت صور أن الانفجار ناجم عن صاروخ. توهونا ولا عرفنا من فين القصف هذا ومن فين الانفجار، هو من فوق ولا من تحت ولا من الأرض، ما لا عرفنا أي حاجة. أيضا توهونا إذا كان صاروخ من فين جاء ومن أي مكان. أن الصواريخ أتت من شرق تعز. إطلاق الصواريخ من دمار. هاي الصواريخ لما طلعت يما من أبين أنها أطلقت من إب أو تعز أو ذمار، وهكذا ذمار، لحج، أبين، تعز، وصاروخ مشوا بيجوا جالسين ندلفوا به في المحافظة. أيضا من يقف وراء هذا الحادث؟ استمر التوهان وكل طرف اتهم طرف آخر. من يقف وراء هذا الحادث؟ في البداية الحكومة اتهمت بوضوح. طبعا مؤشرات الأولية للتحقيقات أن ميليشيات الحوثي الإرهابية هي من يقف وراء هذا الحادث الإجرامي. الحكومة اتهمت بوضوح الحوثي. بالنسبة للحوثيين مش أول مرة يرتكبوا جريمة، يعني الغريب إنه لو يطلعوا مش هم. أما بالنسبة للحوثيين فهي جرائم يستهدف مدني ولا عسكري ولا أطفال ما تفرقش معه، متعود على هذا النهج. ولكن هنا حينما صار الآن بعدن إن عملوه أنصار الله كما عهدناهم دائما وأبدا أن يفتخروا ويقولوا بما عملوه ويعترفوا للعالم، ولكن ذاك الشيء هو فخر وإنجاز إن عملوه أنصار الله. فخر وإنجاز إن عملوه أنصار الله. وين الفخر والإنجاز؟ أيش الإنجاز إنك تقصف ناس أبرياء ومنشأة مدنية، مطار الناس مسافرين طلاب ومتعالجين وين الإنجاز في الموضوع؟ طبعا هذا وسائل إعلامهم في البداية بدأوا كان يتفاخروا، افتكروا أنهم يعني قصفوا الحكومة وأنهوا الوزراء، شافوا أنه ما فيش كلهم أبرياء وناس مسافرين وناس مدنيين والناس تعاطفت معهم وأدانوا هذا الجريمة، رجعوا قالوا لا مش إحنا، نحن ليس لنا علاقة بهذا الموضوع. شكرا. ولو كنا لنا علاقة
لأعلن عن ذلك بكل وضوح وبصراحة. شكرا. كما حصل في كل المناسبات السابقة. أنكروا أنهم هم الذي عملوه، مع أن الحكومة اتهمت رأسا الحوثيين. أيضا في ناس آخرين لهم رأي آخر. جماعة الحوثي يبرئها نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا هاني بن بريك من العجلة اتهام الحوثيين بتفجيرات عدن. الشرعية ذهبت مباشرة إلى اتهام الحوثيين، فيما ذهب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك إلى التحذير من التعجل في لوم الحوثيين. أليس ذلك لافتا؟ طلع هذا فضيلة الشيخ، طلع يقول لك لا تستعجلوا، لا تهوروا شو تتهم الحوثيين، لا تستعجلوا. حدثه ثقة عن أبيه عن جده، باقي شوية ويقول في السنة مش ما الحوثيين اللي قصفوا. طيب الحكومة والشرعية نفسها قد بتهم الحوثيين، هذا قال لا مش الحوثيين. طبعا في القانون الجنائي من يسارع في التبرئة مثلهم مثل من يسارع في الاتهام. يعني انك تبرئ جهة وما قد فيش لا تحقيقات ولا شيء، مثلك مثل من يجرم جهة ما حدش قد اتهمها، يعني لانك تضلل الرأي العام وتضلل العدالة. هذا قال لك مش هم. طيب إذا مش هم الحوثيين، من باقي مسيطر على المطار وعلى الأمن في عدن؟ الانتقالي. أنت كأنك بتتهم نفسك، إذا ما كانش الحوثيين أنت المسيطر على المطار وعلى الأمن وأجهزة المخابرات والذي أنت بتحكم عدن. في السنة. ونذكر بهذا الخبر العاجل الذي يأتينا على الهواء مباشرة، تستطيعون قراءته على شاشة سكاي نيوز عربية. دوي انفجار في مطار عدن لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة. بالطبع السيناريوهات كثيرة، البعض قال تنظيم القاعدة وأطراف من ضمن الحكومة اليمنية كما يتم الحديث. وهذا قناة كفيل السنة طبعا اتهمت عدو، بيقول عاجل وردنا للتو، واتهم أضراف في الحكومة. طيب أضراف في الحكومة يعني فجرت في الحكومة. يمكن جاءوا في الليل هؤلاء وزراء معينين، جاءوا في الليل بطائرة لوحدهم، حطوا المتفجرات وكذا ورجعوا الصباح عشان يدعسوا عشان تنفجر فيهم. يا سلام، هذا مش انفجار، هذا نافورة حطوها عشان تنفجر فيهم. أو يمكن راحوا قصفوا بالصواريخ من أبيان بسرعة ورجعوا بسرعة لا داخل الطائرة عشان يتصوروا سيلفي مع الصاروخ. كيف عملوا مدري. المهم أن الحكومة فجرت في نفسها حسب قناة السنة. اللي بعده باقي حد وقف وراء هذا الحادث وأحمل المسؤولية هذه الجريمة لحزب الإصلاح والحوثيين بعدهم على طول. وهذا يتهم حزب الإصلاح ومن؟ والحوثيين بعدهم على طول. والحوثيين بعدهم على طول، يعني هم كانوا ماسكين طابور طبعا بيصرف صلات غذائية، هذا ماشي جريمة. باقي حد في الطابور؟ هذا التفجير الإجرامي ويخدموا قطر ويخدموا تركيا. قطر وتركيا هم المسؤولين عن هذا الهجوم، وهؤلاء يتهموا قطر وتركيا بوقوفهم وراء هذا الانفجار. توقع خصوصا قبيلة الكاي هي المسيطرة على مطار عدن، توقع ومهند هم مدير الأمن، مهند واضح. ولهذا مسؤولية قبيلة الكاي يتحمل المسؤولية. وين راح بمسي سيفين ومدري أي شو وما قدرش يحمي مطار. أيوة باقي حد في طابور التام؟ أمال مين؟ رأينا الإمارات. ليه؟ لأن اتفاق عدن ده ورجوع الحكومة إلى عدن هو اتفاق سعودي. السعودية عاوزة تقلب الملف والإمارات عاوزة تولع في الملف. وهؤلاء يتهموا الإمارات بالوقوف وراء هذه الجريمة. ما اعتقدش إمارات الخير إنها تكون وراء هذه الجريمة، خصوصا ما لهاش أي سوابق لا في استهداف الحكومة ولا الشرعية ولا الجيش، ما لهاش أي سوابق. هي جاءت من أجل عودة الشرعية ومن أجل عودة الحكومة وعودة النكش والحناء والكذب، ولهذا مستحيل إنها مرة الخير أبدا. باقي حد في الطابور؟ باقي أنا. ما باقي أنت، هذا انفجار لا تورط نفسك. أنت قلت سلة الغذاء بيوزعوه. سلة غذاء يا حج، شوفوا حفيدك هذا. عليك من الثور هذا، خلها سلتين. سلتين ايش؟ انتم ما تحتاجوا سلة، انتم تحتاجوا سلسلة اقوم اربطكم عرض الطولة. اهدوا. خلونا من المناكفات بين الاطراف السياسية. ايش قالت الامم المتحدة؟ ايش قال المبعوث الاممي في الجريمة هذه؟ هكذا علق المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث مغردا على تويتر: عمل عنيف وغير مقبول. وهذا تصريح المبعوث الأممي بيقول لكم أنها جريمة غير مقبولة.
على أساس في جرائم مقبولة، بس هذا غير مقبولة، ولازم أصحابها يجدوا ويجتهدوا ويذاكروا وكذا عشان يقوموا بجريمة مقبولة. هذا بيسجل في جامعة بيقول لكم جريمة غير مقبولة. تعرفوا أيش المأساة في هذا الجرائم؟ الجريمة الأولى نفسها مأساة، والجريمة الثانية هي تمييع هذه القضايا وهذه الجرائم مع التعرف من غريمة. تحدث الجريمة وكل واحد قد معاه جهة وطرف معين يتهمه، وتدخل في مناكفات إلى أن تضيع الحقوق ولا عاد تعرف من هذا. بيقول لكم صاروخ من دمار، من ريدة، من تعز، من كذا، قطر، تركيا، إيران، يوغوسلافيا، وخلاص وميعوا القضية وانتهت ولا تعرف، وأصبحوا الناس مجرد أرقام. كل هذه ضحايا أرقام، ما كأنهمش بشر. من حق الناس يعرفوا من ارتكب هذه الجريمة ولكي يعاقب ويحقق ويطلع النتيجة، لا، يميعوا القضية بكل بالمناكفات هذا والطبان السياسي هذا الموجود وخلاص. ولهذا تتكرر الجرائم مرة بعد مرة وخلاص، بتروح دماء الناس هباء بدون حسيب ولا رقيب. عدد ضحايا استهداف مطار عدن تجاوز 135 ضحية بين شهيد وجريح. تضاعف هذا العدد، كان أحد أسبابه أنه بدل ما ترجع الحكومة واحترازات أمنية وتكتيم، إيش عملوا؟ راحوا جمعوا حشود ومجاميع ودخلوهم إلى عند الطائرة يتظاهروا. كنا أساسا أمام حدثين: استقبال الحكومة وعودة اللواء شلال علي شائع. الانفجار كان عقب نزول السيد شلال علي شائع مدير أمن عدن الأسبق. كان هناك احتشاد كبير لاستقبال اللواء شلال علي شائع من عدد من الجماهير والحشود التي حضرت لاستقبال شلال علي شائع. شلال علي شائع خلاص جلسوا. خلاص شلل ولا يعجب يرقص، مش انتم خلاص خلونا نكمل، عيب احنا في فصل. شلل علي شايع خلاص يلا خلاص خلونا نكمل. يستقبلوا شلل، تخيلوا ما قصدكم غاندي ولا جا الفاتح العظيم شلل، يحسسوك انه جاي هو اللي يصرف الرواتب وجاي يزفلت الطرق ويفتتح المستشفيات وجاي يعني يعمر المدارس. شلل علي شايع جالسين بالعقلية هذا، يعني مزاحة ما قصته منه. والله ما بنستقبل الحكومة، نشتي نكهر الحكومة، استقبل شلال علي شايع. يعني ايش بيعمل؟ قد الحكومة فيها انتم، وقد وزراء، قد انتم داخل الوزراء، وجالس العقلية حق الشعارات والضحك واللعب بمشاعر الناس والعواطف. لا عند الطائرة ما بيدخلوش مجامع، لا عند الطائرة هكذا وعشوائية وغوائية. والله له عليه ديون، ما انتظروا لما ينزل من فوق الطائرة. ما يستقبلوا شلل علي شاي. يعني يفترض هو مسؤول مدير الأمن إنه هو المسؤول عن تأمين المطار وتأمين عدن، بدل ما تستقبلوا هكذا استقبلوا حاسبوا. بس ما هم في الإعلام، ما تجي الحكومة احنا مرتبين. بمناسبة استقبال الحكومة وحسب توجيهات مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شايع، احنا كجهات أمنية نطمن الحكومة أننا جاهزون لتأمينها في كل مشوارها وفي كل تحركاتها. ما دام بتوجيهات من شلال خلاص وكل وارقد، لا تسألش عن الأمن، الأمور مأمنة تماما. ترجع الحكومة على راحتها، ما يحتاج يمشوا برجلهم في الشوارع، ما يحتاج لا سيارة ولا مرافقين. شلال وجه كيف؟ شلال الذي يكتشف الجريمة قبل وقوعها بشهر ونص أقل شيء. يعني شلال الذي يطمئن الناس بالطمأنة الذي لا طمأنة بعدها. طيب نسأل شلال يعني ما موقفه؟ ما زعلان أكيد على الحادث. ماذا تقول سعادة اللواء لمواطني عدن وهم كانوا سعداء بوجودك بينهم اليوم؟ عزة وشموخ وفخر بهذه المعنوية العالية وكذا تقديرا لكل ما يجب أن يقدر، واحترامهم لرمزيتنا التي أعلنا وتعهدنا أمام الله بشراكة مع التحالف العربي، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات. وكما ذكر أن خبث هذه المنظمات وهذا العدو بأمان وسلام، وكذا اكتشاف المنظمات الإرهابية. ولا تعرف أجيشتي هكذا، بس يراجم لك كلام هكذا طريق
وانطلق كذا اللي يعجبك منه. هكذا الخبز المنظمات الإرهابية للسلام الذي ينبثق من التحالف العربي إننا نشكل رمزا، كلمة مفيدة ما في، زي ما تلعب بالكيبورد يطلع لك كلام أهم شيء تعبي الصفحة، هم هكذا يستضيفوا يعبي لك الحلقة بس ولا تخرج بأي كلمة مفيدة. حتى أصحابه لما ينشروا أخبار هكذا ينشروا بيقول لك اللواء شلال يتفقد الشهداء ويطمن على صحتهم. كيف تجي هذا مدري يطمن على صحة الشهداء، باقي يقولوا ويترحم على الجرحى. يمكن شلال هذا مش شخص، هذا ظاهرة، حتى أصحابه نفس العينة. ومعنا أحد المواطنين الصالحين الذي أتى بنفسه ليستقبل عودة الحكومة فرحا ومستبهجا بعودتها. ما هو شعورك وأنت في هذه اللحظات تستقبل الحكومة؟ أولا أحييك حضرة المذيع إنك قابلت معي، تمام. ثانيا احنا احتجنا ملايين احتجنا للمطار لهنا للمطار لسالة المطار، احتجنا ملايين عشان ايش؟ عشان نستقبل اللواء شلال شايع. يعني ما جيتوش عشان الحكومة؟ ليش الحكومة موجودة أكيد في الطائرة. لا احنا بصراحة جينا نستقبل رمزنا شلال شايع، تخلينا من الحكومة. طيب الحكومة هي اللي بتجي على أساس تعمل لكم الخدمات وتوفر لكم الاحتياجات أو شلال؟ شوف بالنسبة للخدمات احنا اللواء شلال شايع أول ما يمشي عندنا يقول لي شباب خدمات، نقول له شكرا شلال، في خدمات غير هذه؟ لا خلاص ما ايه خلاص تشتي خدمات يقول لك عادي موجودة كل حاجة. خلاص. طيب هل تطلبوا من الحكومة، هل تتوقع أن الحكومة بتستقر في عدن؟ شوف بالنسبة للحكومة أتوقع منها أي شيء، بس شلال شائع فوق التوقعات. تعرف حتى نفسه مش متوقع شيء يقول، يعني افريد ده شلال حقنا اللي هو حقنا افريد. تعرف أقول لك حاجة، اكتشف الحكومة بالطائرة شلال ده، اكتشف الحكومة. حتى الكابتن السواق حق الطائرة، تعرف معنى كابتن؟ يعني السواق اللي يسوق الطائرة، تمام، ما اكتشفش، مش عارف انه الحكومة بالطائرة. نفس المضيفات ما اكتشفش، شلال اللي اكتشف الحكومة. طيب ايش انجازات شلال شايعان؟ يا مذيع لا تكسرنا سنة بانجازات، انتوا المذيعين كده والقنوات كلكم خلي الانجازات على جنب، ركز معي بس على اللوك. شفت لوك نفس لوك اللي هو شلال شايع؟ قصدك لوك او اي؟ اقول لك هذا اللي هو شلال شايع، لو شلال شايع مش شلال بني مطر ولا شلال وادي بناء. بعدين حاجة ثانية الكاريزما. ايش الكاريزما؟ كاريزما هذه مش عارف الكاريزما، بس اهم حاجة الكاريزما هذه. شفت كاريزما زي كاريزما اللي هو شلال شايع، حتى انا كذا ما فيش كاريزما معي. بالمختصر اللي هو شلال شايع مكانه مش هنا، اللي هو شلال شايع مكانه بهوليود جوار شاروخان وميسي. ميسي في هوليود؟ القيادة غلطنا ميسي في هوليود. بالمختصر يا اخي احنا لك ما يعجبنا انك كثرة الكلام واللوك الاداري، بالمختصر مفيد. اللي هو شلال شايع فلتة الزمان. اقل فتت الزمان. يلا عموما تظل جريمة استهداف مطار عدن جريمة أوجعت قلوب الناس جميعا ما عدا الذي قاموا بهذه الجريمة. نتمنى ونسأل من الله أن تكون آخر أحزاننا. نذهب إلى برع نيوز. نشرة الأخبار. أهلا بكم يا مرحبا، هنا برع نيوز، نواكب الأحداث ونفكك الرموز. عادت الحكومة واستبشر الجميع والناس مكلومة، ملت من الترقيع. خذ مني معلومة اسمعها يا وديع، إن قرروا البقاء أمورهم سليمة، وإن قالوا إلى اللقاء فقد عادت حليمة. في صالة المطار والناس في انتظار، دوي انفجار تساقط الضحايا وعمت الأضرار، وحير الناس ما جاء في الأخبار. هذا يقول انفجار وذا صاروخ من دمار، وبعضهم يقول صاروخ من طيار، وآخر يرجح عبوة من غدار، والناس مذعورة تنادي يا ستار. تذاعت القيادة كما هي العادة، تشاوروا وهددوا وأرعدوا وأبرقوا وشكلوا لجان. أما أدعياء السيادة وأتباع الملازم فإيرلو في صنعاء يحتفل بقاسم. الأمر صار واضح، من للبلاد حاكم؟ عبد الملك والمشاط دمى تحركها العمائم. أما عن الرواتب تسلم كل شهر، ما غير في بلادي فالجندي يموت قهر. فعدة الرواتب 7 شهور و10، ما تستلمها إلا ب2 شهود ومهر. وفي العلا تصالح الخليج، فالتأم النسيج وانطفأ التأجيج. هذا الخبر سيوقف التهييج ويقطع المصروف عن شلة التهريج.
وفي أمريكا الشعب اختلف، دعاهم ترامب وأعلن النكف، رفض النتيجة وبها ما اعترف، يرحل من يرحل قالوا حلف، ناوي لعصبة من شق وطرف، والكم دخلت والنفك، ندعو لضبط النفس ونشعر بالقلق، وفي الأخير دمتم ودام الوطن بخير. انتهت حصة اليوم. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا لزملائي الطلاب. أنا ما بأخركمش، بنروح. شكرا للجميع. باقي شوية أسئلة وردود أفعال على الحلقة السابقة بجاوب عليها مع خالي كرسيدة طبعا إذا جاء يوصلني. ولمن لم يشترك في قناتنا نتشرف باشتراكك والتوفير عن البحث عن الحلقات. فعل زر الجرس وستصلك كل حلقات ومقاطع البرنامج. شكرا للجميع. ألتقيكم الجمعة القادمة إن شاء الله. تحياتي. يا ابن اختي ليش ما بتجاوب على التعليقات؟ والله يا خالة أتمنى في تعليقات على الحلقة السابقة بس كثيرة، بس ممكن نرد على بعض التعليقات والأسئلة. شوف هذا مثلا، هذا من العراق يقول أنا متابعكم من العراق، لهجتكم كلش حلو. إيش يعني كلش حلو؟ يعني عجبت لهجتنا. بس يقول ما فهمتش إيش معناه الدقدش دافي. والله دقدش دافي هذا يعني من الأمثلة الدارجة عندنا، بس حتى أنا والله مش عارف إيش معناها، بس تقول يعني بمعنى مش تغير رأيك بهذا المعنى أو يعني معروفة هذه دقدش دافي. هذه نفس ما تقول يعني لا تغلب اسمك صلاح. إيش معنى لا تغلب اسمك صلاح؟ مش عارف بس أعرف صلاح صاحبي. خلينا نشرح لهم المثل الأول، لا تجيبش مثل ثاني. تمام. شوف سؤال غير. وهذا واحد ثاني يقول أنا أكرهك بس أحب محتواك بصراحة لأنك تنتقد بصدق وشفافية. والله أنا كشخص يعني سيبك مني، أنا إنسان مثل بقية الناس، لي سلبيات ولي إيجابيات. ما يهمني أنك معجب بالمحتوى وعاجب لك ما أقوله، وهذا هو الأساس. أما كشخص يعني يقولوا أصحاب العقول الكبيرة تناقش الأفكار، أما أصحاب العقول الصغيرة تناقش الأشخاص. بالنسبة للحب والبغض هذا ما يعني، إذا موضوع الحب هذا تواصل معه خالي. طيب أشوف لك سؤال ثاني. هذا يقول مشكلتكم كنتم تمدحوا التحالف وللحين تنتقدوه. هذه مشكلتك أنا ما لي دخل بهذه المواضيع. احنا كنا نمدح التحالف. متأكد من كلامه هذا؟ مو متأكد، أنا مش متأكد. احنا مشكلتنا احنا ما نمدح. احنا لو بنمدح ان امورنا ماشيه بنحصل لنا كفل بسهوله، بس مشكلتنا وما بيتزعل الناس مننا ان احنا ما بنمدح، ولهذا ما بفكرش امدح نفسي. احيانا انتقد نفسي في بعض الحلقات. هذا في واحد ثاني يقول يا محمد الربع المفروض توقفوا مع الحكومة. أوقف؟ لا وقف مع الحكومة قصد مش توقف السيارة. الحكومة احنا واقف، اليمنيين كلهم واقفين مع الحكومة. متى الحكومة توقف مع الشعب؟ هذا المشكلة يعني. احنا بنطالب الحكومة والشرعية انها ترجع لقصر، تسكن في قصر، بس هم اللي جالسين يسكنوا في غرفة. طيب باقي هذا سؤال يقول أنا عملت يا مبدع، قال أنا عملت اشتراك وفعلت الجرس وعملت تعليق، بس إيش هذا زر الانتساب اللي جنب الاشتراك؟ هذا أنا شرد عليه. هذا يعني يقول لك الانتساب يعني زي ما أبوك لما جاء ناسبنا احنا صرنا بعدين أنساب نسايب. ها؟ خلاص يا أخي خلاص، لا تخبص لنا الأمور. اسمع، الانتساب هذا خدمة قدمها يوتيوب جديدة. هذا عبارة عن لصناع المحتوى من يريد أن يدعمهم أو يدعم أي واحد صانع محتوى معجب برسالته أو ما يقدمه ويحب أنه يستمر. عملوا زر انتساب، هو عبارة عن تقديم مبالغ بسيطة لكي يتطور صاحب المحتوى والمحتوى اللي يقدمه. فهذا أنا مع أنه أي شخص يدعم أي محتوى يقدم لكي يستمر، لكي يبدع، يجدد في قناته. وهذا خدمة ربما المنتسب بيقدم مبلغ بسيط، ولكن عند صاحب القناة تعني لها الشيء الكثير معنويا، وأيضا تساعده على تحسين أداء. هذا هي خدمة بسيطة ممكن أي واحد يشجع أي صاحب محتوى في اليوتيوب. يعني فهمت أنا، يعني زي الاشتراك الشهري مثلا. أيوة زي هذا. تمام. يعني أنا أقدر أعمل لي زر انتساب في الكراسي ده؟
قال وصلني سكت يا زلك بالله. انت خلاص لما يجد في منتسبين كثير خلاص بكون احاسبك حق المقاوي. طمنكني. يلا.